مساء الجمال عليكم مع مطبخ علياء النهارده. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناه بتاعتنا وكومنتاتكم الحلوه. النهارده هنعمل حاجه حلوه كده زيكم. هنعمل شاتو وبطريقه سهله وحلوه، وهنشوف هنعمل ايه. معايا النهارده ولادي عايزين يساعدوني، فهنشوف اول خطوه هنحط ايه اللي معانا في الخلاط. اول حاجه هنحطها معانا، خليكم كده مركزين معانا، دي كوبايه لبن، مج لبن، وده زيه سكر. ماشي. اول خطوه هننزل بيها، خليكم كده معايا كده في المقادير. اول خطوه هننزل بيها، هننزل باللبن. هننزل كده. تاني خطوه هنزل بالسكر. وبكده حطيت المقادير بتاعتي، اللبن والسكر بس، اللبن والسكر بس. كده يبقى احنا ضربنا اللبن والسكر بتاعنا كده في الخلاط. تمام. وهننزل عليه بكوبايه نفس المقدار بتاعنا كده اهي، زيها كده بالظبط، زيت نفس المقدار بتاعنا، زيت، كوبايه الزيت. وهنضربه كده مع بعضه، وهننزل عليه ب4 معالق كاكاو زي ما احنا شايفين كده. المقدار اللي معايا كله اصلا 4 معالق كاكاو. يبقى احنا هنا حطينا اول حاجة اللبن والسكر، ضربناهم مع بعض، بعد كده نزلنا عليهم مقادير كلها واحدة، وبعد كده نزلنا عليها بكوباية الزيت، بعد كده نزلنا عليها ب4 معالق من الكاكاو، وهنضربهم مع بعض. اهو ده بقى كده الخليط بتاعنا، شايفين التماسك بتاعه عامل ازاي. هنزل كده بنص الخليط بتاعنا ده، هاخده معايا كده في المج اهو، شايفين السمك بتاعه عامل ازاي معايا. يا سلام، نوتيلا يا ناس، حاجه كده جميله قوي. ده هقول لكم هنعمل بيه ايه، هنركنه على جنب. ومعايا هنا 3 بيضات، ومعايا كيسين من الفانيليا اهو، حطينا كده كيسين الفانيليا على ال3 بيضات، وهنزل بيهم على الخليط بتاعي. يبقى كده ده بقيت اللي احنا عملناه، خدت منه شلته في مج، مليت مج كده منه، وده بقيته نزلت عليه بكيسين فانيليا و3 من البيض، وهنضربه كله في قلب بعضه كده. واحنا حاطين البيض، دي اخر خطوه. وبكده بصوا شايفينه مطلع كده فقاقيع ازاي كده. هنا انا ما حطيتش اكتر من البيض على الخليط بتاعي، حطيت ال3 بيضات وعليهم كيسين الفانيليا على الحاجه اللي احنا ايه خدنا نصها في مج. انا ماشيه معاكم اهو واحده واحده. تعالوا بقى هنا نشوف معايا ايه. هنا معايا مج ونص من نفس المج اللي انتوا شفتوني عايرت بيه، هو نفس المج اللي انا حطيت منه هنا 1.5 من الدقيق. انا عايزه اقول لكم عيالي معايا وملخبطيني عشان عايزين يساعدوني، اطفال بقى وعايزين يلعبوا. هننزل على الكوبايه ونص من الدقيق دولت، هننزل عليهم ب1 باكت من الكيك شيف. انا بحب الكيك شيف على فكره، ما فيش هنستخدم البيكنج باودر، بس انا بحب الكيك شيف. يا رب بس الوصفه تعجبكم ان شاء الله يا حبيبه ماما. اهو يبقى دي كده المواد الجافه ايه بتاعتي. في تكايه نسيت اعملها وهنعملها مع بعض حالا.
ايه هي بقى؟ معلقه من الخل. ليه معلقه من الخل؟ الخل بيساعدني الكيكه بتاعتي تبقى هشه وجميله كده وحلوه قوي. وبكده هنزل اهو بكل الخليط بتاعنا اهو كده. انا نزلت بكل الخليط اهو، هقلبه على نفس مقدار واحد. بصوا يا بنات، احنا كده وشايفين القوام بتاعنا. اخر حاجه نزلت عليها دي معلقه نسكافيه. مفيش نسكافيه ممكن نستخدم قهوه، ونقلبه كله في قلب بعض. شايفين السمك بتاعها عامل ازاي؟ شايفين؟ مفيش اي تكتلات، مفيش اي حاجه، كلها جميله اهي. وادي الصينيه بتاعتنا بندهنها زبده بس، ولا بنحط كاكاو فيها ولا دقيق ولا اي حاجه، هي زبده بس اهو. بس كده. وبكده خلاص اهي. شايفين القوام بتاعها والشكل بتاعها؟ بس هحطها بقى في درجه فرن، درجه حرارته 180. بنكون مشغلين طبعا الفرن ويبقى دافي كده. بصوا يا بنات، ده الشكل بتاعها اهو. اما قلبتها من الصينيه ولا لازقه ولا فيها اي حاجه. قعدت معايا قد ايه في الفرن؟ قعدت من 25 دقيقه لنص ساعه، ما بتزيدش اكتر من كده. مفيهاش حاجه محروقه اهي خالص اهي. هنبدا بقى هنعمل الخطوه التانية كده. وبكده هبدا انزل كده عليها باللبن، مش هحط كتير. انا بسيبها تبرد وبنزل عليها كده بحبه لبن صغننين. اللبن بتاعي دافي شويه والشاتو بتاعتي بارده خالص اهي، مفيهاش اي حاجه. وهنعمل ايه تاني بقى؟ الصوص اللي احنا عملناه مع بعضينا وشلناه في الاول هنزل عليها بيه. وبكده هنزل اهو بالصوص بتاعنا اهو زي ما انتوا شايفينه. انا نازله اهو كده كده. تاني. يا سلام على الجمال، يا سلام على الجمال. الوصفة دي يا جماعة تعجبكم قوي قوي. احلى كيكه شاتو اهي معانا. احلى كيكة شكلها اصلا في حياتنا، ده ممكن تتقلب تورته. بصوا انا هخرمها كده كتير 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 كده. هي مش هبان منها حاجه، بترجع تقفل تاني. بس انا عايزه الصوص دوت ينزل جوه خالص كده. زيناها بالشكل دوت. دي كانت اخر خطوه معانا. وما تنسوش بقى اللايك والشير بتاعنا والسبسكرايب للقناه. واتمنى تكون الشاتو بتاعتنا عجبتكم، واتمنى تكون الفكره كمان عجبتكم. حاولوا تجربوها تعجبكم قوي. ويا ريت لو في اي تعليق في حاجه اكتبوا لي في التعليقات بتاعتكم، وهنقطعها كده مع بعضينا وهنشوف الشكل بتاعها عامل ازاي. وهنطلع كده منها حته نشوفها. شايفين القوام بتاعها؟ شايفينها عامله ازاي؟ بصوا بقى هنا الصوص عمال يجري عليها ازاي. ما تجربوها تعجبكم قوي. اسيبكم في حفظ الله وباي باي.